مضيعة كل فلوسك عليه؟ طب ليه؟ طب ما تيجي النهارده نعمله في البيت بمكونين بس. هنعمل النهارده المارشميلو زي ما انتي شايفه كده، حاجه كده عامله شبه الاسفنج. والله مطيتها بقى مش قادره اوصفلك عليها. حاجه تحفه وطعمها حلو ونضيفه وعاملاها بايدك في البيت وبمكونين بس مش اكتر من كده، والمكونين دول ان شاء الله هيبقوا موجودين عندك في البيت. يلا لايك وسبسكرايب للقناه، وما تنسينيش بقى في لايك وكومنت حلو منك كده، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. ويلا بينا النهارده ندخل على الوصفه عشق الصغيرين والكبار، مفيش حد فينا ما بيحبهاش سواء الولاد او احنا. النهارده هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. وبصي بقى شايفه المطه عامله ازاي؟ حاجه كده سفنج بجد، حاجه رهيبه وطعمها حلو قوي، وهنحط فيها نكهه كده تميزها وتخلي طعمها احلى كمان من اللي احنا بنجيبها من بره. يلا بقينا ندخل على طول على الوصفه بتاعتنا ونشوف مقاديرنا ايه. المكون الاولاني معايا هو السكر. احنا اتفقنا ان الوصفه مكونين. هنحط كوبايتين كبار كده من السكر، ويعني اشتغلي يعني الكوبايه اللي هتستخدميها اشتغلي بيها في كل مقاديرك. حطيت كده كوبايتين كبار من السكر، وهحط عليهم نص كوبايه من الميه. تمام. هرفعهم على نار متوسطه لمده دقيقتين بس. احسبي الدقيقتين كده بقى على الموبايل، خليكي واقفه يعني عليه تابعيها، مش عايزاها تزيد على النار اكتر من دقيقتين. وهي على النار بقى والشربات بتاعي على النار، تعالوا نحضر الجيلاتين. معايا هنا 3 معالق كبار من الجيلاتين، بس اهم حاجه الجيلاتين اللي تجيبيه حد موثوق منه. تقولي له مش عايزه ليه نكهه كده، ساعات الجيلاتين بيبقى ليه نكهه مش حلوه، فخلي بالك عشان ما يبوظش مننا الوصفه. لو نكهه الجيلاتين بتاعك مش حلوه ما تعمليش الوصفه دي، لازم تشتري جيلاتين ملهوش نكهه من حد موثوق منه. حطيت بقى 3 معالق كبار جيلاتين على ربع كوبايه ميه وقلبتهم وهسيبهم على جنب. تعالي بقى هنا الدقيقتين كانوا عدوا خلاص، والشربات بتاعي قفلت عليه. هجيب الجيلاتين اللي احنا عملناه مع بعض وهحطه في الطبق، هفضيه كده في الطبق. وهجيب كمان الشربات اللي كان على النار اللي احنا حاسبين له دقيقتين، وبالمضرب بقى بتاع البيت تضربي حلو قوي. في الاول كده هتحسي ان اللون مش مارشميلو خالص، بصي اللون عامل ازاي، بس ما تقلقيش مع كتر الضرب اللون ده هيفتح وهيبيض معاكي. انا بقى هنا حبيت ان انا اديله نكهه حلوه، اديته باكو من الفانيليا. عندك فانيليا سايله تمام، فانيليا باودر مفيش مشكله، بس الفانيليا بقى بتديله نكهه وريحه حلوه قوي. باكو واحد بس من الفانيليا. وهفضل بقى شغاله بالمضرب ده حلو قوي. طب اعرف امتى ان القوام بتاعي اتظبط؟ هوريكي دلوقتي امتى، او العلامه لما تعمليها وتظبط معاكي تعرفي ان القوام بتاعك ظبط. طول ما هو لونه لسه اصفر كده فهو كده كده لسه، ولسه سايل عامل شبه الميه. انا هفضل اضرب فيه لحد ما لونه يبدا يبيض ويديني نفس لون المارشميلو اللي احنا بنشتريه من بره. بصي بقى بعد الضرب ده احنا وصلنا للون عامل ازاي. بصي انا دلوقتي هعمل علامه كده على الخليط. العلامه بصي سايله، نزلت على طول واختفت. انا اعرف امتى ان القوام اتظبط معايا لما باجي اعمل اي علامه او اي خطوط كده تستنى الثواني ما تختفيش على طول. يعني هتشوفي دلوقتي اول ما هوصل للقوام ان بدا القوام احس انه يتقل وبيض، هعمل اي علامه اي خطوط على الخليط بتاعي. لو الخطوط دي فضلت ثابته لثواني يبقى كده تمام، اختفت على طول يبقى كده لسه. طب انا سرحت وانا بضرب والخليط جمد معايا قوي، حطي له بق ميه صغير، معلقه او معلقتين كده ميه، وارجعي اضربي تاني الدنيا هتظبط معاكي. بس خلي بالك بقى ما تسرحيش وانت بتضربي عشان الدنيا ما تبص مننا. هنا بقى كنت خلاص خلصت كده، القوام كده بقى مظبوط. جبت علبه حطيت فيها ورق زبده، وللاسف ورق الزبده اللي انا استخدمته ما كانش احسن حاجه يعني، فلزق معايا في المارشميلو. فانا هقول لك بقى لو الورق الزبده مش واثقه فيه قوي تعملي ايه. حطيت الاول الخليط الابيض. احنا طبعا المارشميلو عارفين هو لونين منتشرين قوي، الابيض والبينك او الروز. حطيت نص العلبه كده او نص الخليط، حطيت المارشميلو الابيض، وجيت على النص الباقي هحط اللون اللي عندي لون طعام احمر. بنزل بنقطه كده واضرب نقطه صغيره واضرب نقطه صغيره واضرب لحد ما اوصل للون البينك. بس خلي بالك احنا مش عايزينه يقلب باحمر، احنا بنحط نقط صغيره كده عشان انا عايزه لون بينك بس مش عايزه احمر. فخلي بالك بقى وانتي بتضيفي اللون كده وتضربي وتفضلي تزودي بالراحه لحد ما توصلي اللون البينك الحلو يعني. الحلو ده هو هنا اصلا مش باين معايا قوي عشان الاضاءه جامده، فباينه ان اللون بتاع البينك ده فاتح، بس هو كان لونه حلو قوي. انا لما خلصت الخليط الابيض حطيته في التلاجة لحد ما عملت الخليط البينك او الروز، وبعدين طلعت العلبه تاني وحطيتها. طيب انا دلوقتي مش عايزه استخدم ورق زبده عشان مش واثقه في ورق الزبده بتاعي معاكي، ان انتي تدهني العلبه
فيها زيت وتبدريها كلها بالنشا من تحت ومن الجوانب ومن كل حاجه، غرقيها نشا، يعني انا عايزه العلبه كلها تبقى باينه نشا، او حطي كيس من اكياس التلاجة او ورق الزبده لو فيه. طب تعالي بقى هنا، انا عملت المارشميلو بتاعي ده الصبح وطلعته من التلاجة يعني بالليل. تمام، هتعمليه بالليل تسيبيه في التلاجة لحد تاني يوم الصبح عشان الجيلاتين كده يشتغل ويمسك نفسه ويبقى سهل معايا. هنا الحاجه اللي انا هستخدم عليها او هقطع عليها غرقيها نشا. انا النهارده لازم المارشميلو بتاعي كده يتغلف كله بالنشا. في ناس بتحط سكر بودره، بس انا بصراحه بحب ان يعني مش بفضل السكر البودر، عشان كده السكر هيبقى عالي قوي، فهو النشا حلو قوي وجميل. انا هنا سلكتها واحده واحده كده بالنشا، بحط عليها نشا كده وببدا ان انا اسحب ورق الزبده واحده واحده. اخدت مني وقت شويه بس في الاخر اتسلكت الحمد لله. النشا بقى بصي، كل ما حته من المارشميلو بتظهر بغطيها كلها وبفضل اقلبها كده من كل النواحي بالنشا عشان الدنيا ما تلزقش مننا. بعد كده هجيب السكينه وهدي برضو السكينه بتاعتي رشه كده من النشا وهبدا ان انا اقطع المارشميلو بتاعي. تعالي الاول قطعناه من النص، بصي بقى الجمال عامل ازاي، تحفه. تقدري على فكره تعملي كل لون لوحده لو انت مش حابه تعملي الميكس مع بعضه، يعني خلي الابيض في علبه والبينك في علبه تانية. انا عملتهم الاتنين مع بعضهم. تقدري بقى تقطعي هنا زي ما انت عايزه، انا قطعت المكعبات وقطعت كده زي صوابع طويله شويه. تعالي بصي الجمال بجد، انا كنت فرحانه بيه اصلا اكتر من يعني انت هتفرحي بيه اكتر من الولاد. قوامه حلو قوي، سفنجي قوي يعني. بصي وفي مطه كده جميله والله بجد، ونكهه الفانيليا عطياله طعم كمان احلى من ان احنا بنجيبه من بره. قطعت بقى الكميه كلها، بصي كوبايتين السكر طلعوا معايا كميه حلوه جدا، يعني لو عندك بقى اطفال كتير في العيله اعملي لهم الطبق ده وانسي بجد. هجيب بقى الطبق بتاعي، هبدا بقى ان انا ايه، هما كل القطعه دي متغلفه كلها بالنشا، هبدا ان انا بقى ايه انطر النشا زياده كده من عليها وابدا ارصها في الطبق ده. هخلي بقى المكعبات لوحدها والصوابع لوحدها. بوصفه سهله وبسيطه، وزي ما قلت لك هما مكونين، احنا استخدمنا ايه، السكر وطبعا الميه مش مكون، والجيلاتين. هما المكونين دول، هما دول سر المارشميلو كله، مفيش ابسط ولا اسهل من كده. بصي بقى بعد ما رصيناه في الطبق، بصي القوام بتاعه عامل ازاي ومطته عامله ازاي، حاجه كده فوق الخيال. يلا بقى ما تنسيش اللايك، ولو لسه بتتابعي الفيديو لحد المقطع ده وما دوستيش على السبسكرايب فما تنسيش السبسكرايب. ماشي، تعالي بقى نشوف بقى الجمال ده بعد ما ترصي كده، حاجه كده تحفه. اتمنى ان وصفه النهارده تكون عجبتكم، ولو الوصفه عجبتكم ما تنسونيش بكومنت حلو وما تنسونيش باللايك، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده.